وبنيجي لليوم الثالث ولسه هشام بن عتبة ما وصلش بالمدد، وهنا القعقاع بيكرر اللي عمله في تاني يوم، ولكن داخل المعركة وهي شغالة حرب نفسية للعدو ورفع معنويات للمسلمين، شغل تكتيك. وطبعا للأسف كانت الفيلة دخلت الخدمة تالت يوم، وطبعا بتدي الفرصة أفضلية، شددوا الحراسة عليها. وهنا قائد جيش المسلمين سيدنا سعد بن أبي وقاص شايف الكفة بتميل ناحية الفرس بسبب الفيلة، وده اللي خلاه يستعين بأحد الفرس المسلمين واللي قال له على سر لهزيمة الفيلة، وهي قتل الفيل القائد للقطيع. وأول ما عرف سيدنا سعد بلغ عاصم والقعقاع اللي أمرهم بقتل الفيلة رؤساء القطيع، وأتموا المهمة بنجاح. وطبعا بعدها الفيلة اتشتتت وهربت، ودارت المعركة بين الفرقتين لحد الليل، وخلص اليوم الثالث. وجينا لليوم الأخير واللي كان الجيشين أنهكوا من 3 أيام طحن في بعض، لكن القعقاع كان شايف إنه لازم نواصل القتال صباحا، ناخدهم على مشمهم بالبلدي كده. بالفعل أتم الله نصره على المسلمين في معركة فاصلة في فتح بلاد العراق، وكان